المكنه دي كانت ضايعه، محدش كان متخيل انها هتطلع بالشكل ده. استنى بقى معايا كده للاخر عشان اللي حصل في المكنه دي مش طبيعي. دي كانت حاله المكنه قبل ما تدخل عندنا، شكل عادي مفيش فيها اي روح. لا وكمان الجناب بتاعتها كانت متقفزه زي ما انتم شايفين كده، والمكنه كلها كان باين عليها انها متبهدله شويه. عايزك تركز بقى معايا كده في المكنه دي كويس وتركز في شكلها، عشان انت هتشوفها ان شاء الله لما تخلص وحش مش مكنه عاديه. دي حاله المكنه كده زي ما جت، زي ما انتم شايفين كل حاجه فيها شبه كانت تعبانه خالص. وطبعا المكنه دي جت عندنا، وطبعا انتوا عارفين كويس قوي ان المكنه لما بتيجي عندنا ما بتخرجش من عندنا غير وهي وحشه على الطريق. هنا بقى فكينا المكنه كلها عشان نرجع طقم الصاج جديد ونركب شغل الكهرباء بالكامل. هنا بقى احنا خدنا التانك فهمناه كله وعملنا عليه البصمه واللمسه بتاعتنا اللي بترجع المكنه كلها جديده تاني. يلا نتفرج على المكنه كده. تعالى اقول لك ايه، هفرجك على الاسد الابيض ده. رجاله المكنه ده كده ودي بقى النتيجه اللي بتوصل لها مكانتك لما بتيجي عند ملك الفينش. زي ما انت ما شايف بتطلع حاجه تانية خالص، ما شاء الله المكنه اتغيرت معاك 180 درجه. انا عايزك بقى تركز في التفاصيل وتفتكر شكل المكنه دي كان عامل ازاي ودلوقتي بقت عامله ازاي. ايوه هي دي المكنه اللي انت شفتها في اول الفيديو اللي ما كانش فيها روح خالص، دلوقتي المكنه اتحولت معاك 180 درجه. ركز بقى كده عشان تعرف احنا عملنا فيها ايه بالظبط. وخلي بالكم بالمناسبه هي المكنه دي صحابها لما جم كانوا عايزين يعملوها نفس المكنه اللي احنا عملناها قبل كده البيضه برضو اللي كانت طالعه ترند. احنا عملنا هنا نفس الشغل بس بكام بصمه ولمسه مختلفه عشان خاطر المكنه دي تكون مميزه عن المكنه التانيه، لان كل مكنه عندنا يبقى ليها شكلها وليها الشخصيه المميزه بتاعتها. هنا بقى احنا اهتمينا بكل تفصيله في المكنه، من اول نيكل الموتور لحد الجنوط السلك طبعا اللي بتخلي شكل مكانتك حكايه زي ما انت ما شايف كده، والليد الامبيانت اللي راكب فيها من التانك والجنبين والشلته، طبعا اليافطه الامامي. لو هنركز هنا في المكنه هنلاقي كل الاضاءه بتاعتها موحده. بقى هوريكم المكنه الاولى والمكنه الثانيه وانتوا اختاروا انهي مكنه طالعه اشد من الثانيه. اتفرجوا كده على الاثنين سوا مع بعض. ادي ده الوحش القديم الترند اللي طلع في الاول، وده الوحش الجديد اللي عملناه نفس التاني. اللي هيعرف الاختلاف منهم في ايه يقول لنا في الكومنتات. زي ما انتم شايفين ما شاء الله اسدين معاك قدامك. ده الوحش الاولاني اللي نزلنا له الفيديو قبل كده زي ما انتم شايفين، وده الوحش التاني اللي احنا عملنا عليه الوحش الاولاني، وفي نفس الوقت طالع مميز وبتركات مختلفة خالص عن المكنة التانية. الاختلاف بقى ده طبعا محدش هياخد باله منه غير الرجاله اللي بتركب مكن من زمان، هم اللي هيعرفوا الاختلاف بين المكنه دي والمكنه دي زي ما انتم شايفين كده. ارجع بقى تاني للوحش اللي احنا طالعين له النهارده مخصوص وعاملين الفيديو ده عشانه، وتعالوا نكمل التفاصيل اللي فيه كلها. طبعا اللي حابب يعمل مكانته يقدر يجي ينورنا ونميز لك مكانتك باذن الله. وطبعا بقى اللي انت سامعه ده السكينه الصفاره اللي بنركبها والتنان اللي بيركب مع التمويره. لو انت بقى شايف المكنه دي ناقصها حاجه تقدر تكتبها لنا في الكومنتات عشان خاطر نكملها ونطلع بوحش تاني. وكمان انت لو معاك مكنه وشايف انها ناقصها حاجه تبعتها لنا في الكومنتات واحنا نقول لك هي ناقصها ايه. ودي النتيجه النهائيه اللي بتوصل لها مكانتك لما بتيجي عندنا، من مكنه عاديه ومتبهدله لحد ما تطلع من عندنا وحش زي ما انت ما شايف كده. كده بقى انت عرفت لما تحب تحول مكانتك من مكنه عاديه لوحش يخطف العين زي ما انت ما شايف كده، عرفت انت هتيجي فين. المكن عندنا هنا يا جماعه مش بيطلع مكن عادي، لا المكن هنا بيطلع حاجه تليق بصاحبها وتميز صاحبها وتبقى ماشيه تخطف الانظار مع كل الناس.